مزودة بعيادات خارجية، وذلك مساهمة منها في خدمة القطاع الصحي بالفيوم. الحمد لله احنا بفضله بالفيوم تمكنا ان احنا نعدل قاعة افراح كانت موجودة عندنا هنا لمركز غسيل كلى ووحدات طبية متخصصة، عيادات طبية متخصصة. عندنا الحمد لله يعني كل التخصصات موجودة ان شاء الله موجودة، هتبقى لمحدود دخل بأجر رمزي، يعني اي مواطن من الفيوم يلجأ اليكم باذن الله بمجرد ما تشتغل ان شاء الله هيبقى في كل التخصصات الطبية كلها كامله باذن الله. جات الفكره ان احنا لازم نساعد او نعمل حاجه ان هي تخدم اهل الفيوم للمحدود الدخل والتخصصات اللي هي مش موجوده، وهتكون باجر رمزي جدا ومساعده الناس ونخفف عن كاهل المؤسسات العلاجيه الحكوميه الضغط اللي هناك عليهم. ان شاء الله باذن الله المشروع ده هيخدم رقعه كبيره من سكان الفيوم، وان شاء الله كلها تبقى باجور رمزيه. واحنا بس باكد على نقطه ان مش معنى ان الخدمه تبقى باجر رمزي ان تبقى خدمه قليله المستوى. ان شاء الله هدفنا في الاول وفي الاخر هنقدم اعلى خدمه طبيه في التخصصات. تشطيبات هنا فندقيه ان شاء الله تشطيبات فندقيه، وهنطبق كل معايير الجوده ومعايير مكافحه العدوى، وهيبقى همنا في الاول وهدفنا في الاول المريض اولا. هذا وتقام المستشفى على مساحه 900 متر، ويتم انشاؤها بالجهود الذاتيه، وسوف يتم تزويدها باحدث الاجهزه الطبيه لخدمه المرضى. والآن مع مواقيت الصلاة حسب التوقيت